الذهب بينزل في عز الأزمات. تخيلوا إن الملاذ الآمن الأول في العالم سعره بيتراجع رغم كل التوترات والحروب. إيه السر الغريب ورا اللغز ده؟ في البداية كده يا جماعة، الكل اللي بيشوفونا ياريت تعملوا لايك وتشاركوا الفيديو مع أصحابكم وتشتركوا في القناة عشان تتابعوا كل التحليلات الجديدة. أيوة، خصوصا إن الموضوع النهاردة دسم جدا ومحتاج تركيز من الكل. بالظبط. في تحليلنا الشامل النهاردة هنعتمد على تقرير من يمن بريس نزل بتاريخ 21 أبريل 2026. الهدف إننا نفهم إزاي مثلث البترول والدولار وحرب الشرق الأوسط بيلعبوا بأسعار الذهب، وهل دي مجرد فترة هدوء مؤقت قبل الانفجار السعري؟ التقرير ده بيطرح نقطة بمنتهى الأهمية بصراحة. طب خلينا نفكك الموضوع ده. المفروض يعني في وقت الحروب الذهب يطير للسماء، صح؟ ليه بقى بينزل؟ هل الذهب بقى عامل زي حصالة كسرناها عشان نشتري بيها حاجة أهم دلوقتي؟ المثير للاهتمام هنا هو التناقض الاقتصادي اللي بيحصل ده. دايما العقل الجمعي مبرمج إن وقت الخوف والحروب الناس بتجري تشتري ذهب لأنه مخزن القيمة. لكن المرة دي في صدمة في الأسواق غيرت قواعد اللعبة تماما. تقصد صدمة السيولة اللي حصلت بسبب أزمة البترول؟ أيوة بالظبط كده. اللي كسر القاعدة دي هو الارتفاع القياسي في أسعار البترول. فجأة المستثمرين والشركات لقوا نفسهم قدام أزمة سيولة ضخمة. يعني بقوا محتاجين كاش فوري. كاش فوري عشان يغطوا مصاريف الطاقة والتزاماتهم اللي ضعفت بشكل مرعب. ولما السيولة بتقل، المستثمر بيسيل أسهل أصل في إيده، وفي الحالة دي كان الذهب للأسف. ده غير طبعا تأثير قوة الدولار. الدولار والذهب دايما أعداء في السوق. صح جدا. السر هنا إن الذهب أصل مش بيدر فوائد، فلما الدولار بيقوى وعوائد السندات الأمريكية بتزيد، المستثمر بيسأل نفسه ليه أربط فلوسي في ذهب مش بيجيب لي عائد شهري أو سنوي؟ لما ممكن استثمرها في أصول دولارية بتديني أرباح مضمونة. وده اللي بيحصل فعلا. كمان الدولار القوي بيخلي الذهب أغلى على أي مستثمر بيتعامل بعملات تانية، فبالتالي بيقل الطلب وتزيد عمليات البيع فوراً. طب لو جينا نتكلم عن تأثير الأزمة العالمية دي على السوق اللي الناس بتتعامل فيه كل يوم، يعني إزاي ده بيأثر محلياً؟ بصي، السوق المحلي مش معزول عن العالم. تسعير عيار 21 اللي هو الأكثر تداولاً مش مجرد انعكاس للي بيحصل جوه البلد بس، ده مربوط بشكل حرفي بتغيرات الأوقية العالمية. وده اللي قاله هاني ملاد رئيس شعبة الذهب، أكد إن التغيرات اللي بتحصل في عيار 21 هي بسبب تأثيره المباشر بالاضطرابات دي والضربات المزدوجة للدولار والبترول بره. لو ربطنا ده بالصورة الأكبر هنلاقي إن في احتمالات لاتفاق أمريكي-إيراني وبوادر لوقف إطلاق النار في الشرق الأوسط، والأسواق المالية بطبيعتها حساسة جدا للأخبار دي. يعني مجرد التلويح بتهدئة بيشتغل زي مهدئ لأعصاب المستثمرين وبيوقف نزيف الأسعار. بالظبط. الاستقرار النسبي اللي بدأنا نشوفه في أسعار الذهب مؤخرا ده هو انعكاس لبوادر الانفراجة دي. بس نقطة الاستقرار دي ممكن تكون مجرد نقطة انطلاق لارتفاع جديد. يعني قصدك لو حصل هدوء حقيقي وتراجعت أسعار البترول، السيولة اللي اتسحبت دي هترجع تاني تدور على ملاذات أمنة؟ أيوة، دي النقطة الفاصلة. مصير الذهب حاليا مربوط بحنفية البترول واستقرار الأوضاع الأمنية في الشرق الأوسط. طول ما تكلفة الطاقة عالية، الدولار هيفضل قوي والذهب هيفضل تحت ضغط التراجع، عشان الناس بتبيع وتوفر سيولة مالية زي ما قلنا. وبمجرد ما الضغط ده يفك، دورة رأس المال هتتغير تماما. المشهد ده بيطرح تساؤل أخير يفتح باب التفكير بصراحة. إيه هو؟ هل تكرار أزمات الطاقة بالشكل العنيف ده ممكن يخلي العالم يعيد التفكير في مفهوم الملاذ الآمن أصلاً ويدور على بدائل للذهب في المستقبل؟ سؤال يخلينا نعيد حساباتنا فعلاً في كل المسلمات الاقتصادية. دعوة بقى لكل اللي بيشوفونا، ياريت تسيبولنا تعليق برأيكم تحت بعد ما تخلصوا الفيديو. إيه توقعاتكم لحركة الذهب الجاية؟ مستنيين نقرأ تعليقاتكم ونشوفكم في تحليل جديد.